الكنافة والقطايف أظن دول أشهر الحلويات اللي الكل بيقبل عليهم في شهر رمضان الكريم. طبعا كنفاني عن كنفاني بيفترق، في ناس بتحب تروح لكنفاني معين في حي معين، وساعات بنلاقي الباعة الجائلين اللي بيعدوا وهم شايلين الكنافة والقطايف في شوارع الأحياء المختلفة. قطعا كل واحد بيقول لنا يا ترى الكنافة بتختلف في صناعتها؟ هل الكنافة اليدوي غير الكنافة اللي معمولة بمكن؟ ويا ترى زي ما كنا اتكلمنا قبل كده، هل لما تبقى المكنة كلها بتشتغل بكامل قوتها وبدون عمالة يعني اوتوماتيكي، هل بتفرق في صنعة الكنافة؟ صباح الخير يا حبيبي. صباح النور يا حبيبي. اولا نقول لك كل سنة وانت طيب. وانت طيبة. دلوقتي احنا عارفين انك كنفاني مشهور جدا في حي تحت الربح. دلوقتي ما عندكش فكرة يعني الكنافة بتفرق في ايه بالنسبة لليدوي وبالنسبة للمكن؟ الكنافة اليدوي بتترش بكوز وصنايعي على صينية نحاس، دي مكنة آلي تشتغل بكهرباء وأنبوبة بوتاجاز، والعجين بتاعها بيختلف عن العجين اليدوي. انت بتقول لي ده على طريقه طبعا تصنيعها، لكن انا عايزه اقول في النهايه لما اكون انا ست بيت وجايبه كنافه من ده او كنافه من ده، ما تبقاش الصنعه في فرق في نوع الكنافه؟ لا، كل واحد له طلب، يعني في واحد يطلب اليدوي وفي واحد بيطلب ايوه بيفرقوا في ايه؟ انا عايز اعرف بقى بيفرقوا لان دي رفيعه وناشفه وحلوه عن اليدوي، بس في زبون برضه بيطلب اليدوي. حكايه امزجه يعني. طب احنا كنا قابلنا واحد وقال انه اخترع مكنه كنافه جديده وبتشتغل كلها ايه يعني بيقولوا اوتوماتيك، مش محتاجه عمال، يا دوبك واحد بزرار. لازم واحد للعجين وواحد للمكنه عشان يشيل الكنافه من عليها، لانها هي صحيح بتشتغل بالكهرباء بس لازم واحد يشيل الكنافه من عليها. كويس. المكنه دي اللي انت جايبها مكنه مستورده ولا محل؟ لا، محل، كل المكن الموجود مصر. وقطع غيارها برضه قطع غيارها موجوده وكل حاجه موجوده. بتحتاج كم عامل عليها؟ 2 او عيل مثلا مساعد تاني يشيل العجين بتاع حاجه. كويس. طول السنه بقى من موسم لموسم برضه كنفاني ولا؟ لا، كنفاني من زمان، اول كنفاني في مصر. كويس. انتاجك ده بتوديه فين؟ مش زي رمضان طبعا. الكيل العادي، وفي برضه طبعا بعض الحلواني بياخد مننا. طب القطايف بقى موقفها ايه؟ انا مش شايفه. القطايف بتشتغل في المواسم وفي رمضان بس، يعني في موسم رجب، في موسم شعبان في حد طلب قطايف بنعمل له قطايف. يبقى بتتعمل يدوي ولا بمكن؟ لا، القطايف بتتعمل يدوي، بتصب على حجر ظهر بكبش بنفس الدقيق بتاع الكنافه. دي كنافه بس لازم يتحط له خمير. طب احنا شايفين انك بقى كاتب تسعيره الكنافه الكيلو 40 قرش. انا شفت في محلات ثانيه الكيلو ب 60 قرش. تفرق ايه؟ لا، مفيش فرق، هي كنافه هنا في اي حته، يمكن هنا احسن من اي حته، بس انا احسن بقى. احسن ليه يعني؟ احسن والله. طب والله ليه؟ انا عايز اعرف الفرق برضه. لان اصل في محلات بتستغل الزبون، يقول لك مثلا ابيع ب 50 ابيع ب 60 اكسب. لا، انا مش بتكلم على الثمن، انت قلت لي والله الكنافه بتاعتي والله الكنافه احسن وهي موجوده. انا مش معترضه بس ليه يعني ازاي اقدر اقول الكنافه دي احسن والكنافه دي اوحش؟ يعني اعرفها ازاي؟ لان طبعا شغلنا نظيف وبنتقي الله في الصنعه وبنطلع شغل نظيف عشان الزبون يبقى مبسوط، عشان اللي يجي ياخد يجي تاني، مش اللي هيجي ياخد كيلو كنافه يعمله ويرميه ياكله ما ياكلوش مش مهم. انتوا كيلو دقيق بتاخدوه مدعم طبعا ب 12 قرش ولا ايه؟ بناخد برضه التموين بتاع المحل مثلا بناخده بالتسعيره اللي هم الحكومه عاملاها. اللي هي كام؟ 12 قرش كيلو؟ مش عارف 12 او 12 ونص حاجه زي كده. طب 12 بقى، ما الكيلو الدقيق بيطلع كيلو كنافه؟ كيلو دقيق كيلو كنافه او كيلو الا مثلا عشان بينزل منه كسر وهالك. طب لو قلنا مصاريف المحل والعمال والمكنه يوم يتباع السعر ب 40 قرش وكيلو ب 12 يتكلف والله. لا يعني الفرق ما بين 12 قرش و 40 قرش طبعا. طبعا محل ومطلوب مكسب بياخد اجره والعجان بياخد اجره والشيال بياخد اجره والمصاريف. نعم. والانابيب. لا، ما انا عارفه الانابيب والكهرباء والمحل انا عارفه، بس بقول الكيلو بيطلع كيلو من 12 ل 40 وغيرك بيبيعه ب 60 ولا ما قلتش. لا، هو يقف علينا يعني مفهوم.